السلام عليكم ورحمة الله. الفاف تكشف أعضاء اللجنة المكلفة باختيار الناخب الوطني الجديد. هنعرف تفاصيل هذا الخبر في هذا الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اللايك ليصلك منا كل جديد. كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف اليوم الثلاثاء أعضاء اللجنة التي تم تعيينها لاختيار المدرب الجديد للمنتخب الوطني. وحسب الموقع الرسمي للفاف تم تعيين لجنة مكونة من 6 أعضاء يترأسها المدير الفني الوطني عامر منسول. وضمت هذه اللجنة أسماء كل من محمد معوش ورابح سعدان وكريم قاصد وفؤاد شيحة وبعلام لعروم وأمين غيمول. وحسب موقع الفاف ستبشر هذه اللجنة مهامها بصفة رسمية يوم الخميس المقبل انطلاقا من الساعة 2:30 زوالا بمقر الفاف، من أجل تحديد قائمة مصغرة للمدربين المرشحين للإشراف على المنتخب الوطني. وأوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأن الجانب القانوني والمالي سيتم دراسته من طرف اللجان المختصة على مستوى الفاف. هذه كل تفاصيل الخبر، والسلام عليكم ورحمة الله.